كانت عائلة الممثلة العالمية كارولين فيلاك انتحارها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية صباح اليوم، قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها لويس بريتون. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن عائلة الممثلة صاحبة الأربعين عام عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب. وأبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها عيد حب سعيد. وكانت الممثلة كارولين ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بريتون داخل شقته في ديسمبر الماضي، وإصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي. ورفضت عائلة النجمة صاحبة الأربعين عام التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة بالضغوط النفسية التي تعرضت لها كارولين الفترة الأخيرة من أزمة اتهامها بالضرب والتصريحات الصحفية التي تلاحقها منذ فترة. ونشرت الصحيفة البريطانية بعض صور من واقعة وصول الشرطة لمنزلها لحظة اعتدائها على صديقها السابق، وبعض من الصور التي ظهرت فيها آثار الاعتداء وتناثر الدماء على النافذة نتيجة الإعلاء.